يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين، ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الكلام تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقة إيجابية. تابعيني لآخر الفيديو إن شاء الله تستفيدي منه. نهاركم سعيد إن شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهاردة مليان بالحب والخير والتفاؤل والأمل. ما تنسوش تدعوا لأبويا والأمي موتانا أجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم أبيض زي قلوبكم. بحبكم جدا في الله. النهارده بقى اليوم بتاعنا كله طاقة إيجابية ونشاط. قومي يلا اتنشطي معايا وشوفي انت هتعملي ايه النهارده. طبعا زي ما انت عارفة وزي ما انت بتتفرجي عليا في كل فيديو، انا بصحى بدري جدا جدا جدا. النهارده صاحية من الفجر، طلعت طبعا الكرنب ده من الفريزر اللي انا كنت مفرزاه معاكم قبل كده، وكمان كان عندي بقى طماطم مفرومة عشان نعملها للمحشي. وكمان نزلت على باب الشارع، جبت شوية حاجات كده فاكهة، وجبت طماطم وجبت خضرة محشي، واشتريت كمان فرختين. غسلتهم ونقعتهم في شوية دقيق وملح وليمون، يعني ايه، وظبطت كده التظابيط والمسائل. الحمد لله رب العالمين. لما بصحى بدري طبعا بنجز كتير في اليوم بتاعي، بخلص شغل بدري، كمان بنجز على طول، وكمان بيكون عندي وقت ارتاح فيه. الحمد لله على نعمة الصحيان بدري. وبعد كده كنت طبعا بصحي مريم بنتي عشان تروح المدرسة. طبعا قبل الكلام ده كله لقيتها تعبانة وبطنها وجعها جدا، زي ما يكون واخدة برد في معدتها. فأنا قلت إيه، أعمل لها بقى شوية حلبة كده تدفي بطنها، لأن الحلبة دي يا جماعة شفا وعفا وكل حاجة حلوة والله. إيه، في ناس كتير ما بتحبهاش عشان ريحتها يعني، لكن والله لو شربت كوباية منها على غير ريق كده وبطنك وجعاكي، هتدفي بطنك وهتشفيها على طول. يعني الدفع عفا، هتدفي بطنك. وبعد كده سبتها ونروح نحط دفاية في الغسالة. كنت حاطة واحدة من بالليل وحطيت زميلتها الصبح عشان ايه، انشرهم مع بعض ونشغلها ايه، ونشوف ايه هنكمل يومنا مع بعض النهاردة. طبعا اليوم بتاعنا النهاردة والله الحمد لله عملت فيه شوية شغل كده حلوين، انما ايه، حاجة يعني فل قوي. يعني كل يوم النهاردة كان كله طاقة ونشاط وجري كده ايه زي الرهوان. الحمد لله على كل حال. طبعا الحلبة انا نقيت شوية يا جماعة، وبعد كده غسلتها وحطيتها في شوية مية في حلة عشان تغلي وعشان تعمل ايه، تغمق شوية، لان الحلبة كل ما تسيبيها تغلي شوية كل ايه ما لونها يغمق. وبقشر كده بطاطستين، مش الكلمة كده صح يا جماعة، زي طماطمتين. الحمد لله ايه، الطماطمتين طلعت حلوة اهي. بقشر 2 من البطاطس عشان اعملها شوربة لمريم، لان طبعا طالما بطنها مجروحة وبطنها وجعاها مش اي حاجة تاكلها. فانا هعمل شوية كده ايه، شوربة بطاطس مع لسان عصفور. دي شوربة الغلابة يا جماعة، شوربة الفراخ البلدي بس الكدابة. بس والله ما شاء الله يعني بتريح البطن جدا وجميلة. حماتي اللي الله يرحمها اللي هي أم التانية، هي اللي معلمهاني. قطعتها مكعبات صغيرة وبعد كده غسلتها ورحت بقى عند البوتاجاز في حلة، وحطيت معلقة زيت واحدة أو معلقتين، وحطيت شوية لسان عصفور صغيرين وحمرتهم، وبعد كده ايه نزلت بالبطاطس شوحتها. تمام، قلبتها يمين وشمال. ونحط بصلة صغنونة قوي عشان تديها نكهة، وكمان شوية فلفل اسود صغيرين جدا برضو عشان تديها نفس وطعم. ونقلب ونشوح. وبعد كده حطيت بقى مية، لو عندك شوربة حطي، لكن انا ما عنديش شوربة. وحطيت مكعب مرق واحد بس، وحطيت 2 من الحبهان و2 ورق لورا وشوية ملح، وهدى عليها تستوي براحتها. هي هتستوي على طول لانها ما بتاخدش حاجة، بتبقى طعمة وشهية وبتريح البطن. هنا الحلبة خلاص كنت طفيت عليها، نصب بها ايه، كوبايتين حلبة، كوباية لبنتي وكوباية ليا، لان انا بصراحة ماليش نفسي افطر دلوقتي خالص. قلت شوية كده يعني ايه، هشرب كوباية الحلبة وبعد كده ايه افطر ايه سندوتش. طبعا انا بحب الحب بتاع الحلبة دي جدا جدا، يعني بحب اكله كده بيبقى طعمه جميل يعني. بفتكر ايامي وانا صغيرة، يعني الله يرحمها كانت بتعمل لنا الحلبة دي على طول. يا على الايام الحلوة اللي فاتت. بص بقول لكم، شايفين انا حطيت الحبة اهو. طلعت طبعا الكوباية لبنتي كانت صاحية، طلعت لها بره يعني، وانا ايه وقفت كده على السريع شربت الكوبايه بتاعتي وباكل الحبه اهو. الله عليه، عسل عسل عسل.
تعالوا بقى ايه نبص على البطاطس، ما شاء الله خدت غلوتين 3 واستوت. قلت لمريم بنتي اشربي بقى كوبايه الحلبه، طبعا شربت نصها ما شربتهاش كلها. قلت لها طب انا هجيب لك بقى طبق كده شوربه، انما ايه عسل هيدفي بطنك، وكمان حاجه كده خفيفه، لان البطن يعني لما بتكون مثلا فيها ألم أو مغص أو حاجة زي كده دايما تحتاج الحاجات السخنة. حطت لها بقى طبق كده وعصرت نص ليمونة وطلعت لها الطبق بره. نكمل بقى الروتين بتاعنا الجميل. دي جبنة أبو ميدو كان جايبها معاه من مصر لنا، ما شاء الله بتبقى مرتاحة في السعر شوية عشان بيجيبها من مصنع نفسه، لأن المصنع جنب الشغل بتاعه على طول. لأن ناس كتير سألتني يا أم ميدو انتي بتجيبي الجبنة دي منين؟ أو ميدو والله اللي بيجيبها من مصر هو جاي من الشغل يعني. فبتبقى مرتاحة في السعر كتير عن هنا، لأن العلبة هنا اللي احنا بنشتريها من الدكان أو من البقالة ما بتتحملش خالص، فدي فيها بركة شوية. فطبعا في منها بقى أنواع وأشكال، في منها بملح وفي منها بدون ملح. الجبنة المرة دي جايبها صفرة، يعني طعمها زي المش الجاهز، بس دي مش حادقة قوي. تمام. عبيتها بقى في العلبة وبعد كده بحطها في التلاجة ونجر منها. طعمها حلو جدا وكمان سعرها معقول، وكمان بتبقى حلوة جدا في السندوتشات. تعالوا بقى ايه نعمل سندوتشات بالجبنة عشان نفطر احنا كمان، لان خلاص كده بدأت يعني ايه احس بالجوع شوية، لان انا صاحية بدري وعمالة بقى اروح اجي واشتغل، فانا حسيت بالجوع. عملت بقى ايه جبنه الاول اللي هي اللي انا عبيتها، وبعد كده ايه كان عندي جبنه رومي حطيت برضو ايه على الجبنه. ونعمل بقى كوبايه كابتشينو، انما ايه عظمه. كتير برضو سالني يا ام ميدو احنا عايزين طريقه الكابتشينو. والله يا جماعه عملته كم مره على القناه، انا كاتبه اسمه في العنوان عشان لما تكتبوا في البحث هتلاقوه. اكتبوا الكابتشينو بتاع ام ميدو او كابتشينو موميدو في البحث هتلاقوه والله على طول. يعني انا عاملاه معاكم كم مره. انا عملته المره دي بس ايه ما صورتوش معاكم عشان عملته معاكم كم مره. ان شاء الله وباذن الله المره الجايه نعمله معاكم تاني، عشان الناس الجديده الحلوه اللي دخلت عند القناه اهلا بيكم. اكيد يعني ما شافوش الطريقه، بس لو دوروا عندي على القناه هيلاقوه. حطيت معلقه محترمه كده وبعد كده صبيت الحليب، وحطيت كمان واحده كده من الهوز عشان بحبها كده ايه اكلها جنب القهوه او جنب الكابتشينو. اكلت طبعا سندوتش واحد والتاني اديته لمحمد ابني كان صحي. وقعدت كده في الانتريه مع نفسي شويه كده ايه هدوء مع نفسي كده، يعني اتصفح بقى شويه كده على الموبايل عشان ارد على الناس الحلوه اللي بتعلق لي في التعليقات، الناس الجميله، الناس المتربيه، الناس المحترمه، الناس الذوق، الناس اللي كلامها بيشجعني وبيديني طاقه ايجابيه. والله يا جماعه يعني قد ايه انا بفرح بالكلام ده. ربنا يا رب يجبر بخاطركم زي ما بتجبروا بخاطري في كل حاجه. ربنا يسترها عليكم ويسترها علينا يا رب، اللهم امين. وينور لكم كل اللي في بالكم، وتشوفوا ولادكم في أعلى المراكز، ويريح بالكم ويفرح قلوبكم ويسعد أيامكم يا رب اللهم أمين. وتفرحوا بأولادكم يا رب اللهم أمين، ويشفوا مرضانا ويرحم موتانا. شربنا الكابتشينو وبعد كده إيه بعد ما قعدت في هدوء نفسي مع نفسي غسلت بقى مواعين الفطار اللي احنا استعملناها. تمام. وبعد كده هنشر بقى الدفايات ونحضر بقى الغدا بتاعنا. طبعا المحشي أنا عملت معاكم قبل كده، يعني ايه هختصر فيه على قد ما اقدر. والفراخ انا هتبلها ببصله كده بشويه فلفل اسود وشويه زعتر وشويه ملح من تحت الجلد كده، وهسلقها على طول. انا عملتها برضو معاكم قبل كده ايه كم مره. جالي تعليقات كتيره جدا يا ميدو اعملي فيديو للام اللي معاها طفل صغير وكمان اولاد صغيره تانيين ومش بتعرف تعمل شغل البيت غير بالعافيه، احنا نعمل ايه ولا نتصرف ازاي. وجالي برضو تعليقات كتيره جدا الأم اللي بتشتغل وفاتحة بيت ومعاها أولاد برضو، يعني هي مش بتنجز كتير وبتبقى تعبانة، وازاي تتصرف وازاي يعني تنجز يومها على طول. ان شاء الله هعمل لكم فيديو للست الموظفة او الام الموظفة، بس ايه فيديو تاني عشان انا عشت ده كله مع امي. الله يرحمها كانت موظفة، هقول لكم على كل حاجة كانت امي بتعملها، لان امي كانت مرتبة جدا وكانت طول عمرها بتصحى بدري جدا جدا جدا، عشان كده كانت بتنجز في يومها كتير قوي. بص بقى يا ست الكل، أول حاجة الأم اللي معاها طفل صغير ومش بتعرف تعمل منه أي حاجة، أول حاجة لازم تخصصي وقت وتنظمي نفسك وتنظمي حياتك، ده أهم حاجة. لو انت حطيتي كده جدول ليومك إن شاء الله هتخلصي على طول وهتنجزي على طول ومش هتحسي بتعب. ولازم تعرفي إن دي فترة وهتعدي، إن دي فترة ابنك مثلا صغير محتاج رعاية،
واهم حاجة في حياتك رعاية ابنك او بنتك لحد بس ما تعدي المرحلة دي، وبعد كده هتلاقي ابنك نظم نفسه شوية في النوم، وانت كمان هتبدأي تتأقلمي على كده. تمام. في اطفال بتفضل طول النهار نايمة وطول الليل صاحية، طبعا اكتر الاطفال كده. تعالي بقى اقولك هتعملي ايه طول ما ابنك صاحي بالليل. بالليل بقى طول ما انت صاحية مع ابنك، طبعا سيبيه في السرير هيلعب، رضعيه كويس جدا ونضفيه كده وغيري له وسيبيه يلعب مع نفسه. تمام. اهم حاجه تشبعيه عشان يسكت. طول بقى ايه ما هو حواليكي كده هو نام على السرير، انت بقى لو في طبقين في الحوض اغسليهم، لو في غدا تاني يوم تحضريه من بالليل، شقتك تروقيها، كراكيبك كده ايه تخلصي منها، يعني اي كراكيب ملهاش لازمه يا جماعه تخلصي منها وارميها، لان لو في كراكيب كتير هتحسي ان الشقه زحمه والحياه زحمه. يعني حاولي تتخلصي من الكراكيب باي طريقه، وروقي شقتك من بالليل، وكمان اغسلي حمامك من بالليل طول ما انت صاحية مع ابنك. حاولي تنجزي اي شغل كده من بالليل، وهتلاقي كمان الشغل كده هادي بالليل وجميل. وعلى فكرة انت هتحب شغل بالليل جدا لان فيه هدوء. طبعا يا جماعة انا مجربة ده كله. تمام. شغلي بقى التلفزيون على اذاعة القرآن الكريم شوية، حتى اي حاجة انت بتحبيها خليها تسليكي كده لحد ما تخلصي اللي وراكي، واعملي اللي تقدري عليه. وما تنسيش برضو بعد ما تخلصي شغلك كله تاخدي الشاور بتاعك، عشان برضو ايه تبقى كده مرتاحة نفسيا كده وتكوني مخلصة كل حاجة. طبعا ابنك هينام قرب الصبح. لو انت بقى عندك اطفال تانية بتروحي المدرسة، نصيحة مني ما تناميش غير لما تمشيهم، وبعد كده ينامي لك بقى ايه لحد الظهر. طبعا الطفل هينام صدقيني والله، وانت كمان هتنامي مرتاحة وهتصحي مرتاحة وهتصحي فرحانة انك انجزتي كل حاجة بالليل وابنك صاحي، وانت كمان محضرة الغدا من بالليل. يعني لو في لحمة انت مشوحاها، لو في فراخ انت متبلاها، لو في محشي مثلا انت عاملة حلة كده صغيرة من بالليل حشياها، انت هتعلقي بقى على الاكل لحد ايه ما ولادك يجوا من المدرسة. طبعا بتكوني انت برضو مشغلة الغسالة من بالليل، حاطة دور في الغسالة، بتصحي برضو تنشريه او تنشريه الصبح ايه بعد ولادك ما يروحوا المدرسة، على حسب ايه وقتك. اهم حاجة تحافظي على نظافة بيتك على قد ما تقدري. ولادك بقى لما يقعدوا يلعبوا مع بعض كده ويلعبوا بالألعاب بتاعتهم، وبعد ما يخلصوا قولي لهم يحطوا الألعاب بتاعتهم في صندوق أو في كرتونة عشان برضو ما تلبخش الدنيا. وعلميهم برضو إن هم يساعدوكي، يعني يجوا من المدرسة يعلقوا هدومهم، ينظفوا حواليهم. يعني إيه حاولي على قد ما تقدري تحافظي على نظافة بيتك. النظافة والنظام يا جماعة هم أساس الحياة، صدقيني والله، وهم نجاح أي بيت. أهم حاجة تحطي جدول ليومك، وأهم حاجة تنظمي نفسك، وشوفي انت هتعملي ايه النهاردة في يومك. وزي ما قلتلك هي فترة وهتعدي، والنوم هيكون ملخبط شوية، والليل بقى هيتقلب نهار والنهار هيتقلب ليل. بس زي ما قلتلك كل الأمهات كده، وربنا يرزق يا رب كل مشتاق. بس ايه خليكي ذكية وخليكي ايه أم كده شاطرة وبتعرفي تتصرفي، واعرفي كمان تعملي حاجتك بنفسك عشان ما تتحوجيش لحد، وكمان عشان تمشي يومك يا حبيبة قلبي. ولازم برضو جوزك يعرف حاجة زي كده، لازم يعذرك، ولازم على قد ما يقدر انه يساعدك. حتى احنا مش عايزين منه ان هو يساعدك في البيت، ان هو يساعدك مساعدة نفسية، يعني يشجعك يحمسك يقولك الله يعينك، ربنا معاكي، ربنا يقويكي. لو ما قالش يا ستي انت بتعملي لابنك ولبنتك ولولادك ولضناكي، ومعلش وربنا ان شاء الله هيجازيكي خير. وممكن برضو في رجاله يا جماعه، في ازواج بيبقى عارفين تعب مراتاتهم بس ما بيعرفوش يعبروا، او ما بيعرفوش يقولوا يعني ايه كلمه حلوه. فمعلش يا حبيبه قلبي، ربنا طبعا شايف وعارف ومطلع. واعرفي ان الامومه مش سهله، والجنه يا جماعه دخولها مش بالساهل. لازم احنا نتعب، ولازم نخدم ولادنا ونخدم في بيوتنا، عشان الجنة يا جماعة دخولها مش سهل. فالأمومة مش سهلة. ربنا يديكوا الصحة والعافية يا رب اللهم أمين، ويرزق كل مشتاق يا رب اللهم أمين. طبعا الناس اللي قاعدة في العيلة وبتنزل بقى في مواعيد الله المستعان، حاولي بقى تنظمي نفسك على قد ما تقدري، او كل كام يوم تنزلي كده لحماتك تبص عليها. واكيد بقى لو حما يعني عارفه ربنا اكيد هتعذرك وتساعدك كمان. وكده يبقى خلاص خلصت كده غدانا، وحمرت بقى الفراخ في الفرن، وادي المحشي الجميل ابو ريحه حلوه الطعم. تعالوا بقى اتغدوا معانا. اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون خفيف عليكي. ما تنسيش بقى لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني انا مميد، واشتركي في القناه. مع السلامة في رعاية الله، استنوني فيديو جديد. مع السلامة.